اللهم إني أبي قد فارق ديارنا وأصبح في ديارك. اللهم اكرمه كما أكرمنا، وأحسن إليه كما أحسن إلينا، ووسع له كما وسع علينا، وتعطف عليه كما عطف علينا، ومن عليه كما من علينا. اللهم ارحم أبي رحمة تسعد بها روحه، وتطمئن بها نفسه، وتقر بها عينه، وتنور بها قبره، وتوسع بها مدخله. اللهم ارحم أبي في بطن الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزيه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لأبي وارحمه، وعافيه واعف عنه، واكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره، وأهل خير من أهله، وزوجة خير من زوجه. وأعوذ من عذاب القبر وعذاب النار، واجعله من عبادك الأخيار، وادخله الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل أبي في قبره من السعداء. اللهم اجعله يرى مقعده في الجنة. اللهم انقل أبي من مواطن الدود وضيق اللحود إلى جنات الخلود، برحمتك يا غفور يا ودود. اللهم إنك ترى أبي ولا أراه. اللهم طيب ثراه، وأكرم مثواه، واجعل الجنة مستقره ومأواه يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وعلى خير جميعا يا رب. وحشتوني جدا جدا. طبعا انا اتأخرت عليكم كتير. اتمنى منكم جميعا ان تدعوا لأبويا بالرحمة، ان ربنا يرحمه ويغفر له ويصبرنا على فراقه. استحلفكم بالله ما تنسوش ابويا من دعوتكم دايما، ان ربنا يرحمه ويغفر له ويجعله دايما من السعداء في قبره، وان اهم شيء ان يصبرنا على فراقه فعلا، لان طبعا فراق الاب ده حاجة صعبة جدا جدا جدا. محدش هيحس بيها غير اللي فعلا مر بيها وجربها. وحقيقي فعلا هو احساس صعب جدا جدا ان انت تكوني واخدة، يعني يكون في شخص كده عزيز عليكي في حياتك، يعني تفتكر كل موقف بيحصل يكون هو معكم فيه، اي حاجة، اي مناسبة، اي موقف، انتي يعني بيبقى احساس صعب فعلا. فراق الاب ده اصعب شيء على البنت بالاخص. ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويصبرنا يا رب دايما على فراقه كده. وعايزاكم تدعوا لي انا بقى دعوة اني ربنا يخليني ان انا كده اشوف ابويا في منامي منعما في جنات النعيم. ان انا نفسي اشوفه في منامه، لان انا ما شفتش ابويا قبل ما يموت، ما شفتوش. فنفسي ان انا اشوفه قوي، نفسي اشوفه قوي 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 في منام. فادعولي بالله عليكم ان انا نفسي اشوفه في منامي قوي منعما كده في جناته. يا رب يا رب يا رب أرني أبي في منامي منعما في جناتك يا رب، منعما في جناتك بكل خيراتك يا رب العالمين. أتمنى منكم ما تنسوش من دعواتكم دايما، وإن شاء الله أرجع أتواصل معاكم تاني وأنزل فيديوهات تاني، وإن شاء الله أستفيد منكم وأفيدكم بكل حاجة بعملها. وطبعا ما تنسونوش ترجعوا تشجعوني وتحفزوني كده عشان ابدأ ان انا انزل فيديوهات باستمرار زي الاول. تمام. و متنسيش تحط طبعا اللايك بتاعك، وتدعميني بالاشتراك لو انتي مش مشتركة. انا كده عملت معاكم، هبدأ اعمل معاكم كده روتين للمطبخ بسيط. حبيت ان انا غسلت معاكم الاطباق بتاعة الفطار عشان اتكلم معاكم شوية.
وهنا بقى كنت هبدأ ان انا ابدأ انضف الجزء اللي فوق ده، لان الفترة اللي فاتت دي آه، يعني بعد وفاة والدي وكده انا كنت تعبت شوية. الحمد لله الحمد لله يا رب، الحمد لله الحمد لله على كل شيء طبعا. وبعدين عملت تجديد كده، شوية تجديدات في البيت عندي. البيت عندي طبعا كان في أوضة كده مقفولة، فكانت مضيقة البيت عندي، وطبعا مكانش فيه تهوية داخلة للأوضة للصالة خالص. فالفترة اللي فاتت دي كانت في شوية دربكة جامدة. طبعا فتحت الأوضة دي في البيت عشان انا اوسع عليا وعلى ولادي. فطبعا الشقة كلها كانت مليانة عفر بقى وترابة، وكانت متبهدلة جامد جامد يعني. فكنت بقى ايه، رتبت شوية كده في المكان. كنت كل يوم كده بعمل حاجة، لان طبعا انا كنت تعبانة، فما كنتش قادرة ان انا اعمل حاجة، بس الحمد لله ربنا عني وقدرني وخلصتها. فهنا في المطبخ الجزئية اللي فوق دي اللي انا وريتها لكم ما كنتش عملتها خالص، يعني انا المطبخ كله من تحت كده بالاطباق بكل حاجة عملتها، بس الجزئية اللي فوق دي اللي انا وريتها لكم ده كلها كانت عفر وترابة وكده. فزي ما انتوا شايفين المنظر بتاع الشفاط كان متبهدل جدا. وطبعا كان في اكياس كتيرة كده محطوطة فوق على التقفيل، كانت اي حاجة بقى ايه، اي كيس في حاجة كنت برميه في كده فوق التقفيل لما يجول وقته. انتوا فاهمين انتوا الحتة دي؟ فبجد لا، هو مش حاجة مش كويسة، يعني حاجة هي مش لازماكي ما تحطهاش، ما ترميهاش في اي مكان وخلاص. حاجة مش لازماكي تخلصي منها فورا، ما تسيبهاش وتكوميها لوقت تاني. فاهميني؟ لان ده بيربي حاجات وحشة. فانا طبعا هنا اتخلصت من الحاجات اللي انا مش محتاجاها، والحاجة اللي محتاجاها حطيتها في كيس نضيف، وهعينها في مكان بقى كده اكون عارفاه بعيد عن الزيت والترابة والقرف وكده. هنا بقى زي ما شفتوا معايا كده كنت نضفت المطبخ من فوق كده الدوران كله. غسلتها كويس جدا هي الليفة اللي هي الذكية دي اللي انتوا شفتوها معايا في بداية الفيديو، ببريل بكلور. ما احتجتش ان انا احط باور على الحيطة عشان ما كانش عليها دهون كتير، هو كان عبارة عن عفر بس، هو الشفاط بس اللي كان محتاج الباور. عملت طبعا المكان اللي فوق ده زي ما قلت لكم الدوران، وكان الشفاط بقى كنت رشته باور. على ما خلصت فوق نزلت عملته بكل سهولة زي ما شفتوا معايا في الفيديو، الدهون طلعت معايا بكل سهولة. بعد ما نشفت الشفاط رحت مركباه وكده تمام زي ما شفت معايا. نخش بقى نشوف هنعمل معاكم ايه للغدا. هنعمله، بصوا هو بطريقة سهلة وبسيطة جدا، ما بياخدش وقت معايا كتير. بصوا في ثانية كده بيكون خالص معايا. جبت معايا كده شوية بصل حلوين، يعني ما استخسرتش، ما تستخسريش يعني كده البصل. الأكلة دي بتحب البصل كتير يعني. عملت كده حوالي كيلو من البصل زي ما شايفين معايا كده، قطعته كده جوانح وفككت كده الجوانح من بعضها. وجبت كده طبق تاني حطيت فيه جزء وحطيت عليه كده معلقتين من الدقيق وحوالي معلقتين برضو من النشا. وحطيت بقى ايه، بهرت الدقيق والنشا ده بمعلقة كده من الكمون على الكزبرة على الفلفل على الشطة. تمام. وبدأت ان انا اعمل البصل في الدقيق بالنشا بالبهارات. تمام. بدأت ان انا اغلف البصل كده بالدقيق متبهر. جبت حلة معايا كده وما استخسرتش في الزيت، طبعا حطيت زيت كتير زي ما شفتوا معايا. الزيت ده طبعا مش هنرميه خالص، حمر فيه البصل بتاعنا وبقية الزيت هنستخدمه في باقي الوصفة بتاعتنا. تمام كده. تمام. هنا عملت البصل، كنت حمرت البصل بتاعي كله، خد اللون الدهب الحلو ده اللي انتوا عارفينه. وخلصت بقى وخدت من الزيت بتاعه
حوالي 3 معالق كده حطيتهم في الحلة دي. تمام. وهبدأ اعمل معاكم الصلصة بتاعت اللي عارف بقى يقولي في الكومنتات الصلصة بتاعت الكشري. تمام. انتوا طبعا اول ما شفتوا البصل الكتير ده عرفتوا على طول ان انا الوصفة بتاعتي الكشري المصري. تمام. تمام. هنا كده حطيت الزيت، حوالي 3 معالق من الزيت في الحلة زي ما شفتوا معايا. ونزلت بقى بالبهارات، معلقة كبيرة من الكمون على الفلفل على كمون على كزبرة على ملح. تمام. على شطة معلقة كبيرة، معلقة كبيرة من الملح، من الفلفل برضو متبهر بالملح. تمام. ونص معلقة صغيرة من البصل البودر، ونص معلقة صغيرة من الثوم البودر، مع معلقة الثوم كده المهروس، ده ثوم متفرز حوالي معلقة كده زي ما شفتوا معايا. وحمصت البهارات بتاعتي مع الثوم، وبعدين بعد ما خدوا تحميصة بسيطة كده نزلت بالطماطم المعصورة المتصفية. تمام. كده كده الصلصة بتاعتي اسيبها كده اركنها على جنب تجهز براحتها. ندخل بقى على الدقة طبعا حطيت برضو حوالي 3 معالق زيت من اللي هو الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل. تمام. ونزلت معايا بمعلقة برضو من الثوم المهروس، وبصل بودر وثوم بودر وكمون على كزبرة على ملح. تمام. وهنا الحمرة دي بابريكا مدخنة، نص معلقة من البابريكا المدخنة بتدي طعم جميل جدا للدقة بتاعت الكشري. تمام. وده كيس شطة من بتاع الاندومي اللي هو بيجي من بره. انا مش بحط، ما بجيب الاندومي للولاد اعمله لهم مش بحط اكياس الشطة دي. اكياس الشطة دي بتبقى حلوة قوي، فبتبقى حامية قوي يعني تستخدميها في اي وصفات تانية، فبحتفظ بيهم. فهنا حطيت كيس من الشطة في الدقة، كيس واحد بس. تمام. وكانت الدقة طالعة معايا حامية قوي فعلا، لان الكيس ده بيبقى الشطة بتاعته جبارة يعني. وعملت حمصت كده الثوم مع البهارات اللي انا قلت لكم عليها مع الثوم وكده، حمصتهم مع بعض. وبعدين نزلت بحوالي 3 معالق من الخل و3 معالق من عصير الليمون، واديتهم تشويحة مع بعض. وبعدين نزلت نص كوباية من المية وسبتهم يغلوا غلوة، وبعدين نزلتهم. تمام كده. هنا بقى دخلت على الايه، على الرز بشعرية. حمرت الشعرية في زيت من الزيت بتاع البصل اللي انا مقليه فيه البصل، اللي انا محمره في البصل. وبعدين كنت غاسله العدس بجبه وبسيبه يتصفى. حمرت الشعرية ونزلت بالعدس بجبه على الشعرية، اديتهم تشويحة مع بعض. بعد ما شوحتهم مع بعض نزلت بالرز واديتهم تشويحة برضو كده مع بعض. وبعدين هنا نزلت بالبهارات بتاعتي بقى، معلقة صغيرة كده هرمية، معلقة صغيرة بس مليانة يعني، من الكمون على الكزبرة على الملح على الشطة، ومعلقة صغيرة ملح. تمام كده. هبدأ ان انا اقلبهم مع بعض بالبهارات، ونزلت بالرز المغسول المتصفي، وابدأ ان انا اقلبهم مع بعض كده عشان ايه، يتغلف بالزيت كله، كل الحاجات اللي معايا دي تتغلف بالزيت وتطلع معايا ايه حلوة كده. ونسيت اقول لكم ان انا نزلت بايه بشوية كده من البصل اللي هو متحمر، بس فرمتهم يعني، فرمتهم كده زي ما شفتوا معايا. تمام. وهنا بقى كنت ايه، الحمص الشام كان معايا بيستوي، فكان استوي معايا، فخدت المية بتاعته نزلت بيها على الرز. طبعا الرز بنحط له مية سخنة عشان ايه ينجز معانا في السوا. فطبعا خدت المية بتاعة العدس، المية بتاعة الايه الحمص الشام. بعد ما استوي كانت المية طبعا بتغلي، نزلت بيها على الرز، فكان المية معايا مظبوطة، ما احتجتش ان انا ازود مية تاني. تمام. قلبته كده مع بعض وغطيته وسبته. هنا جيت عملت للمكرونة ايه بقى، حطيت حوالي 3 معالق من الزيت بتاع البصل في حلة كده، ونزلت بيهم على بالمكرونة على الزيت بتاع البصل ده، عشان ادي للمكرونة كده الطعم بتاع البصل، عشان كله يبقى واخد من طعم واحد، وتبقى المكرونة فيها لمعة كده وايه، والحباية بحبايتها كده ما تكونش معجنة يعني لما تغيب معايا على التقديم وكده، لما استنى وقت التقديم ما تكونش المكرونة عجنت معايا. فاهمين ازاي؟ شايفين معايا المكرونة يعني كويسة وحلوة ازاي؟
كلها يعني مفرفرة كده، يعني مش معجنة. شايفين؟ والزيت فيها عاطي لمعة جميلة، وطعمها وريحتها حلو جدا. فهنا بقى كنت خلصت كله كده زي ما شفتوا معايا، وبدأت ان انا اقدم. غرفت طبعا اول حاجة طبقة كده من الرز بالعدس، تمام، رز بشعرية بالعدس، وبعدين طبقة من المكرونة، وبعدين طبقة من الصلصة، وطبعا حطيت اللي هو الحمص الشام قبل الصلصة زي ما شفتوا، واخر حاجة هحطها البصل اللي هو ايه، المتحمر ده، تمام كده. ومعايا هنا بقى الدقة، نحط بقى منها ايه زي ما احنا عايزين، يعني ايه على حسب الرغبة تحطي الدقة بالشكل ده كده. طبعا ايه، هو كده مش هيقول لأ من غير كبدة فيكم اللي هيقول فين الكبدة وكده، زي ما عندي برضو زياد ابني قال لي كده، هو الكشري هيبقى قرديحي كده من غير كبدة؟ ده هو الكشري بيبقى تحفة من غير الكبدة على فكرة، كده جميل يعني، ما مش هيقول لأ. الله المستعان، احنا بقينا في ايام ما يعلم بها الا ربنا، ربنا يطلعنا من الدنيا دي على خير والله. طبق الكشري طبعا مش عايز مخللات، لان هو طبعا فيه شطة والدقة حامية، فمش عايز مخللات، انصحكم بلاش مخلل مع الكشري. طبق سلطة، وبما اننا احنا كمان في الحر وكده، طبق بطيخ كده جنبه، يعني مش هتاكلي بيه يعني، بس بعد ما تخلصي طبق الكشري بتاعك بالسلطة تاكلي منه كده بعد الكشري، هيطري معاكي وهيبقى الدنيا حلوة وتمام. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، مع السلامة.